احلم ده الحلم يا مجرد حلم حياة، احلم ده الحلم طوق نجاة، احلم ده الحلم يا مجرد حلم حياة، احلم ده الحلم طوق نجاة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. حلقتنا النهاردة حلقة مختلفة وحلقة متميزة، هنتكلم فيها عن موضوع مهم ممكن أنت تكون بتسمع عنه بس ما تعرفش إيه هو. هنتكلم عن الحجامة، هنعرف إيه هي الحجامة وفوائد الحجامة. الحجامة ليها أضرار ولا لأ؟ يعني في ناس بيقولوا لك الحجامة ليها فوائد كتير جدا، ناس تانية يقولوا لك الحجامة مضرة جدا. طيب الحقيقة فين؟ هي ليها فوائد ولا ليها أضرار؟ ولا فوائدها فوائد واضرارها اضرار؟ بمعنى ان لو الشخص بيعملها صح فهو هياخد منها الفوائد، ولو الشخص بيعملها غلط هينضر منها اكيد لانه بيعملها غلط. طيب اللي بيعمل حجامه لازم يبقى في شروط معينه تكون متوفره فيه ولا لا؟ طيب الحجامه لازم تتعمل، يعني اللي بيعملها كذا مره ولا ممكن تتعمل مره في العمر وخلاص؟ كل ده هنتكلم فيه مع ضيفي اللي مشرفني ومنورني في برنامج حلم حياه، الشيخ عبد المنعم منصور النمر، متخصص في علم الحجامه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد، اهلا بيك. شرفت النهارده برنامج حلم حياه. اهلا بيك، الله يعزك. بدايه نبدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان افضل ما تداويتم به الحجامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاء امتي في ثلاث: شربة عسل او شرطة محجم او كية نار، وانهى امتي عن الكي. وقال صلى الله عليه وسلم: ان امثل ما تداويتم به الحجامة. فالحجامة في حقيقتها هي وصية نبوية أوصانا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالنسبة لسؤالك هل الحجامة ليها أضرار؟ انا لسه ما دخلتش في الاسئله، أنا هنخش بقى مع بعض. أنا مع حضرتك. في البدايه عايز اعرف من حضرتك ايه هي الحجامه، يعني عايزين ناخدها كده كده واحده واحده حاضر. ونعرف ايه هي الحجامه. هذكر لحضرتك الحجامة، معنى الحجامة وفوائد الحجامة ومحاذير الحجامة، والحجامة لغة، ده اللي انت حضرتك تقصده. الحجامة احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصانا بالحجامة، حيث قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، أو يعني أمثل ما تداويتم به، يعني أتم وأشمل وأعم وأفضل، ده أفضل شيء. صليت على محمد وآله. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو احتجم وكان له حجام اسمه أبو طيبة. أبو طيبة ده كان الحجام الخصوصي للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب العلماء بحثوا النبي صلى الله عليه وسلم أين احتجم. النبي صلى الله عليه وسلم أستاذ أحمد احتجم في منطقتين: الكاهل اللي هي المنطقة دي اللي أسفل القفا ما بين الكتفين، اللي هي المنطقة دي واضحة على الكاميرا، اللي هي المنطقة دي أهي، تمام. احتجم على الكاهل وعلى الأخدعين، تمام. منطقة الكاهل دي كانت محل نظر وبحث العلماء للنبي صلى الله عليه وسلم. احتجم في المنطقة دي بالذات، وجدوا أن المنطقة دي هي أضعف الأماكن في الدورة الدموية، وإن المنطقة دي مكان مناسب لتجمع ترسبات المواد الضارة والشوائب في الجسم. وبعد الاحتجام عليها، باين على الكاميرا أستاذ أحمد، وبعد الاحتجام عليها اكتشفوا أن المنطقة دي بس، المنطقة دي وحدها اللي هي منطقة الكاهل، تعالج 84 داء في الجسم. احنا لسه بنتكلم عن الكاهل، ما جيناش للأخدعين. ان منطقة الكاهل بتعالج بعد ما نعمل حجامة على منطقة الكاهل، ان احنا بنكتشف ان احنا تخلصنا من 84 مرض في الجسم. 84 مرض؟ نعم نعم، نعم، واكتر من كده كمان، ده اللي اكتشفوه لحد النهارده، 84 مرض في الجسم. فالعلماء بحثوا لماذا، وقبل ما اقول لك العلماء يعني لماذا، ان الانسان بعد ما يحتجم في هذه المنطقه، لو قلنا مثلا ان انسان يعالج او يعاني من مشكله الصداع، فذهب ليحتجم من مشكله الصداع، اقول له: اخي الحبيب، انت علمت شيئا
وغابت عنك أشياء. أنت تحتجم لمشكلة الصداع، وفي الحقيقة أن الحجامة تعالج لك يعني الأمراض التي تعلمها وجئت من أجلها، والأمراض التي أنت لم تكن تعلم منها شيء. ولذلك العلماء اتخذوا منطقة الكاهل والأخضعين كعلاج أساسي لعلاج جميع الأمراض المستعصية. بالنسبة لمنطقة الكاهل تعالج 82 مرض، منها على سبيل المثال لا الحصر. هو احنا هنخش في علاج الامراض، لكن برضو انت دخلتني في حته تانية، يعني اتفضل. انا عايز حته، انت دخلتني في حته تانية. اتفضل. بس طبعا يعني معلومات مهمه جدا اللي حضرتك قلتها. الحته اللي انا عايز اعرفها بالبلدي كده زي ما بيقولوا، ايه هي حاضر. الحجامه؟ الحجامه عباره عن ايه؟ انا عايز اعمل حجامه، ايه اللي بيتعمل في جسمي علشان كده انا ابقى اسمي عملت حجامه؟ أنا هقول لحضرتك، بس اديني فرصة. ممكن من فوائد الحجامة ال 84 اللي هي بس على منطقة الكاهل، تمام؟ ان المنطقة دي بتعالج 84 داء في الجسم كما ذكرنا، منها على سبيل المثال آلام الظهر والمفاصل، مشاكل القلب والشرايين، مشاكل المعدة والقولون، ضغط الدم وارتفاع ضغط السكر. يعني لحظه واحده، علشان ايه ما ندخلش برضو الامور في بعضها، علشان المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي وبيشوفوا الحلقه يعرفوا نقطه نقطه ايه هي فوائد الحجامه. انت قلت بتعالج 88 84 داء. 84 دي منطقة مرض، الكاهل تمام؟ لوحدها. دي منطقه لوحدها. اه طيب يعني احنا لو هنتكلم عن الفوائد هنقول ان الحجامه بتعالج الامراض اللي انت تعرفها واللي انت ما تعرفهاش. نعم، واللي انت ما تعرفهاش. طب بتعمل ايه تاني الحجامه غير معالجه الامراض؟ غير معالجة الأمراض، حضرتك سألتني إيه معنى الحجامة؟ لا خلينا في الفوائد دلوقتي. طب ناخد واحدة واحدة. تمام. الفوائد كتيرة جدا. نتكلم عن الفوائد دلوقتي ونرجع تاني للايه، للنقطه الثانيه. حاضر. من فوائد الحجامة إنها بتقوي الجهاز المناعي، والجهاز المناعي ده بمثابة الجون أو المقاتل اللي بيصد الضربات. لماذا؟ لأن الحجامة بترفع الخلايا التائية المناعية. الحجامة بعد ما بنحتجم بنجد أن الخلايا التائية المناعية ارتفعت، فالحجامة بترفع الخلايا التائية المناعية، وبترفع قوة الجهاز المناعي في المجمل. وكلنا عارفين ان جهاز الحجامه ده عامل شكل الجون اللي بيصد الضربات، فكلما كان اقوى وكلما كان يقظ وكان على اتم الاستعداد، كان جهاز المناعي على اتم الاستعداد لاي هجوم فيروسي او اعتداء بكتيري. والدليل لما جت جائحه كورونا، العالم كله كان بيتكلم عن تقويه جهاز المناعه. يا جماعه قووا جهاز المناعه بتاعكم. واسمح لي ان اذكر لك لطيفه هي مش في موضوع الحجامه، الا ان احنا نذكرها بيانا واستئناسا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبة السوداء شفاء من كل داء. وده كان محل نظر العلماء، ليه الحبة السوداء شفاء من كل داء؟ وجدوا ان الحبة السوداء فيها 32% زيت طيار و32% زيت ثابت والباقي زيت طيار. وجدوا ان الحبة السوداء فيها مواد ترفع جهاز المناعة. قالوا ولعل هذه المواد هي السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء. فاللي أنا عايز أقوله إن تقوية جهاز المناعة شيء مهم جدا، والحجامة بترفع كفاءة الجهاز المناعي لأنها ترفع كفاءة الخلايا التائية المناعية، وبترفع جهاز المناعي في المجمل. تمام. نعم. يعني باختصار شديد جدا ان الحجامه مش بتعالج فقط الامراض، الحجامه اساسا قبل ما تعالج الامراض هي بتقوي الجهاز المناعي. تمام. سمعت برضو بعض الناس ممكن يقولوا ان الحجامه من ضمن فوائدها ان هي بتخلي مزاج الواحد حلو. هل دي معلومه حقيقيه ان الحجامه بتخلي مزاج الواحد حلو ولا لا؟ الحجامة أولا احنا قلنا أولا إن هي بتقوي الجهاز المناعي. فأولا هي بتدفع الضربات. احنا قلنا إن الجهاز المناعي ده عامل شكل المقاتل اللي بيصد الضربات. تمام. وقلنا لو لا قدر الله بعض الفيروسات أو البكتيريا أو أي لا قدر الله جرح يصيب الإنسان، فيكون جهاز المناعة على أتم الاستعداد للتعامل مع هذا الجرح، فيبرأ الإنسان في أسرع وقت. تمام. خلاص. طبعا الجهاز المناعي لما هو يبقى قوي فمش يبقى فيه مشاكل في الغالب. بالظبط. لان هو المتحكم في حاجات كتير. علشان كده اصعب الامراض اللي هي بتضرب الجهاز المناعي اساسا. نعم. حضرتك لو تركتني اسرد فوائد الحجامه. من فوائد الحجامه ال 82 اللي حضرتك قلت لي يعني ما تكملهاش، اللي هي
ال 84 في مشكله اللي بتعالجهم لا انا ما الحجامه. قلتلكش ما تكملهاش، ما انا قلت لك أقصدش عايزين يعني. ناخد الوضع بقى واحده حاضر. واحده. من فوائد الحجامه على منطقه الاخدعين دي اللي احنا كنا لسه هنجيلها. انا اتكلمت عن الكاهل والاخدعين، والكاهل مرتبط بمنطقه الاخدعين، فنجتاز المنطقه دي ونقول ان الاحتجام على منطقه الاخدعين اثبتت الدراسات العالميه واعتمادات الصحه العالميه بان الاحتجام على منطقه الاخدعين اللي هم دول يا استاذ احمد، اللي هم النقطتين اللي خلف الاذن، ان هي بتخفف وبتحد من الشعور بالامراض النفسيه مثل الخوف الشديد والقلق التوتر والعصبيه والحاجات دي. نعم، حتى حالات الصرع وجدوا ان الاحتجام في منطقه الاخدعين اللي هم دول بيقلل من شتى الامراض النفسيه. تمام. تحت امرك. طيب علشان نخرج من حته الفوائد، احنا كده قلنا ان الفوائد بتخلي الجهاز العصبي مرتاح ومظبوط، الجهاز المناعي مظبوط، بتعالج الامراض دي فوائد الحجامه. لا لسه في فوائد تانية ما قلتهاش. باختصار يعني باختصار اذكر معلومه باختصار. من عظيم حكمه الله جل وعلا يا استاذ احمد، وجدوا ان هناك نوعيه مستقله من الالياف العصبيه. فوجدوا ان الانسان لما يشعر بالالم الشديد، فلو احنا قمنا بتحفيز هذه الخلايا بالحجامه تقوم هذه الالياف مباشره بغلق الطريق على الالم فلا يصل للمخ. فعندما لا يصل للمخ بقطع هذه الالياف يبدا الانسان يشعر بالراحه شيئا فشيئا. فنوعيه مستقله من الالياف العصبيه قائمه على قطع الالم عن طريق الجسم، ومن خواص ومن فوائد الحجامه ومن اتم خصائصها انها تقطع، انها تطرد الالم عن الجسم. يعني من بعض فوائدها. هسألك سؤال، يعني هو سؤال محرج. لا اتفضل. تمام. بس ممكن يجي في اذهان ناس كتير، هل الحجامه لها فوائد جنسيه؟ نعم لا بأس. نعم. حضرتك اسمح لي اتكلم على المستوى الشخصي. الناس اللي هم عندهم امراض السكر والله بيجي لي عشرات منهم، معظمهم واقف يعني على حالات الطلاق، وانا دخلت بيوت للاسف الشديد كانت في حاله حزن شديد بسبب موضوع الطلاق، فعملت لهم حجامه على المناطق اللي تقوي المنطقه الجنسيه. فكره الحجامه ايه يا استاذ احمد؟ فكره الحجامه ان الدم ما بيصلش للعضو نفسه. يعني مثلا الانسان لا قدر الله، الناس اللي لا قدر الله اللي بيقطعوا لهم رجليهم الدم ما بيوصلش الرجل، كذلك المنطقه التناسليه دي ما بيوصل لهاش دم. فاحنا لو عملنا حجامه اسفل الاست اللي هو منطقه اللي احنا بنسميه في علمنا عجب الذنب، اللي هي اسفل الظهر، المنطقه دي كفيله ان هي تعمل على ضخ الدم يعني للعضو الذكري فينشط نشاط تام جدا. حتى ان بعضهم كان عنده سكر وجالي وقال لي انا بقيت في يعني زي ما بيقولوا كده اوفر فيري نايس، فوق المعتاد. انا بكلمك بصدق يعني. تمام. نعم. نخرج بقى من الموضوع ده او من الحته دي لانها محرجه شويه. تحت امرك. تمام. عايز اعرف، بما انك انت كلمتني عن فكره الحجامه بتشوف كؤوس كتير جدا، اللي بيعمل حجامه بينيم الواحد تمام وبيحط على ظهره كؤوس كتير جدا، بتحس ان الكؤوس دي بتتملي دم وبيقول لك ده دم ملوث. فعايز اعرف هل المعلومه دي حقيقيه ولا ايه الدم اللي بيطلع من جسم الواحد ده، وهل يعني الدم ده مش ممكن يضر الواحد ولا ايه الدنيا؟ سؤال ممتاز جدا وسؤال جميل جدا جدا جدا. اولا بدايه عايز اقول ان الحجامه علم يجب ان احنا نتعلمه قبل ما نمارسه يعني ونطبقه على الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم العبد الحجام يذهب الدم ويخفف الصلبة ويجلو البصر. فأنا كراجل حجام لازم أتعلم كويس لكي أمتثل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب الدم ويجفف الصلبة ويذهب البصر. للأسف الشديد بنشوف بعض إخواننا اللي هم بيبالغوا في مسألة التشريط. كويس، دي جزئية مهمة جدا. تجد الإنسان منهم يبالغ في مسألة التشريط وكسرة الكاسات. لا، الحجامة ليها مواطن معينة. احنا ما بنحطش الكاس عفوا، يعني أنا آسف في اللفظ، اعتباطا. يعني احنا لو قلنا مثلا، يعني أنا آسف لو بقطعك، هو من خلال كلامك الحجامة المفروض 4 كؤوس. لا مش بالظبط كده. لا مش بالظبط. احنا بنقول الحكمة تقول يا أستاذ أحمد
شخص الداء ثم صف الدواء. فلازم ايدينا تحط ايدينا على العله عشان نعرف الدواء ايه. فاذا وافق الداء برئ المريض باذن الله. للعلم لحضرتك، سؤال حضرتك بيدل انك يعني ما شاء الله مدرك بان الحجامه مدارس. هي الحجامه مدارس كثيره جدا، وافضل مدرسه نجاحه في شغلها التي امتثلت لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لان حجام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا له حجام خصوصي اسمه ابو طيبه. تمام. فالإنسان اللي درس شغله كويس وفهم كيف يضع الكاس هو ده اللي إن شاء الله بيكون موفق في شغله. يعني دلوقتي نقدر نقول إن الحجامة هي مجرد كؤوس بتزيل الدم اللي هو ممكن يبقى مضر في الجسم، والدم ده بيتجدد مثلا، ولا إيه النظام؟ معلومة ممتازة جدا. أقول لحضرتك شيء بس برضو من خلال عملية التشريط. الناس اللي بتبالغ في عملية التشريط قوي، أقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الناس بتشتكي ده شرط كتير واحنا بنشوف ناس متشرحة، ولذلك الناس بدأت تخاف من الحجامة. كنت لسه هقول لك كده بس الناس بتخاف من الحجامة. وأنا ده أنا عن نفسي احتجمت عند واحد مرة، لأن الحجام ما يعرفش يحجم نفسه في ظهره فشرحني. خلاص لا يا جماعة، رفقا بالناس واتقوا الله في الناس. قلنا إن الحجامة علم، وقبل ان انت ما تمارس العلم ده يجب ان انت تتعلم، لان العلم بالتعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، يعني مسؤول. من تطبب ولم يعلم منه طب فهو مسؤول. فالإنسان قبل ما يطبق الحجامة على الناس يجب ان هو يتعلم الأول، مش عيب. تمام. بالنسبة لمسألة التشريط، أقول لكل واحد بيبالغ في عملية التشريط ان ما تبالغش في عملية التشريط، لان انت في الاصل مش مبالغ بالتشريط القوي. الحجامة مش بقوة المشرط ولا بكثرة التشريط. الحجامة ان انت تدي اشارة من خلال المشرط لموطن العلة كي يبرأ. والامام شمس الدين ابن القيم الجوزية يقول اذا وافق الداء برئ المريض باذن الله. فكيف هيبرأ المريض وانت عمال تشرط اعتباطا دون ما تدي اشارة لموطن العلة كي يبرأ؟ تبقى نقطة يعني مهمة مرتبطة بسؤال حضرتك. الناس اللي بتحط الكاس وتملاه على آخره ويقول للراجل بص ده أنا شفت الدم اللي طالع من جسمك قد إيه الكبدة اللي طالعة من جسمك. لا، المسألة مش كده. المسألة لازم نكون أكاديميين في شغلنا شوية. التشريط لو كان قوي تمام يخرج الدم هنا، يسحب الكاس من حاجة اسمها الأوردة المتوسطة فيمتلئ الكاس. والمصيبة ان التجمع الدموي ما زال موجود في جسم الانسان. فاهل التخصص منهم الشيخ العلامة احمد حفني شيخ الحجامين قال فاذا كان التشريط خفيف اثمر عن ذلك ان يكون الشفط من الاعماق. فانا بقول للناس الحجامة علم وفهم، ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فكونوا يعني على قدر يعني اللي حضرتك عايز تقوله ان ممكن دلوقتي شخص بيعمل حجامة ما تفرحش بكتر الكؤوس اللي هي محطوطة ليك والدم اللي بيطلع، لان ده ممكن ما يكونش دم فاسد اساسا، ممكن يكون جسمك بيتصفى وانت مش واخد بالك. لا ده هيكون منين كمان؟ هيكون من الأوردة المتوسطة والتجمع الدموي موجود. احنا مش بكثرة الدم ولا بقوة المشرط، بالعكس ده اهل التخصص بيقولوا كلما كان التشريط خفيف كان السحب من الاعماق. فالعلم احنا عايزين اصلا في نقطه يعني للاسف الشديد بتلاقي على السوشيال ميديا واحد يقول لك انا بص مفيش مني في الحجامه. نعم. وتلاقي اللي مفيش منه في الحجامه ده جايب لك واحد مصوره الظهر بتاعه كله كؤوس تمام ومليانه دم والدم بشكل بشع، تخلي اللي عايز يعمل حجامه يقول والله العظيم ما انا عامل حجامه. وده الواقع اللي احنا عايشينه. شوف يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا اسف لو بقاطعك، انا طالع اتكلم عن حلقه عن الحجامه وانا ممكن اكون ما جربتش الحجامه خالص، بس من كتر اللي بشوفه لا ممكن اترعب منها. فانا النهارده حبيت استفسر وافهم، مش جايز ان انا احب اعمل الحجامه واجربها، لان اللي بنشوفه على السوشيال ميديا للاسف الشديد بيخليك تترعب. تسمح لي اسال حضرتك سؤال بعيد عن الموضوع شويه؟ حضرتك بس انا اللي جاي اسال النهارده مش حضرتك. لا خلي الحوار سجال استاذ احمد، خلي الحوار سجال بيني وبينك. اتفضل. ماذا تقول في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه افضل الصلاه والسلام. مسلم بها. اكيد طبعا. فإن جاء شخص وخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم من خلال عمله السيء بس في نقطه، آه. انا اسف، في ناس كتير يعني بره السنه، في ناس كتير بتقول لك الحجامه ملهاش اصل. ايه رايك في الناس اللي بتقول ان الحجامه ملهاش اصل والاحاديث ديت ضعيفه؟ أرد عليهم. حاضر حاضر حاضر. واحد الله وصلي على محمد بن عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. الحديث في البخاري ومسلم. كذبوا البخاري ومسلم اللي هو أصح حديث بعد كتاب الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل أو شرطة محجم أو كاوية نار، وأنهى أمتي عن الكي. أخبر إن الكي فيه شفاء ولكن نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة القسط الهندي، والحديث صحيح. أنا لما بذكر أحاديث بذكر من الصحيحين. يعني أنت تقصد الناس اللي بيقولوا لك الحجامة ملهاش أصل، الناس ديت هم ما عندهمش هرد عليهم بعلماء الغرب. لا لا لا، مش القضية في ناس تقول لهم قال صلى الله عليه وسلم يقول لك ما حصلش. فأنا دلوقتي يعني أنت قابلت ده وشفت ده بالفعل؟ نعم. وقعدت مع ناس للأسف الشديد لا دينيين وقالوا بكده، وأثبتت لهم كلام علماء الغرب هم لا دينيين، فما لا يعني يتفقوا مع علماء الغرب تماما. ولكن أنا النهارده بذكر علماء كلام النبي صلى الله عليه وسلم، علماء المسلمين وعلماء لا يؤمنون بالإسلام أكدوا صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر منهم على سبيل المثال يوحنا أبلي، طبيب ألماني، ذكر الحجامة وأثنى عليها ثناء حسن، وقال إن الحجامة تربعت على عرش الطب. والله بيقول كلام جميل جدا، إن الحجامة تربعت على عرش الطب من قديم الأزل عند الصينيين والدولة الأشورية والقدماء المصريين. ويكفيها فخرا الحجامة أنها علاج بإدخال، إنها علاج بإخراج لا بإدخال. الراجل ده عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن كل إنسان مريض بيلجأ مثلا، يعني علاج بإخراج لا بإدخال. يعني هو دلوقتي قصدك أو المفهوم هنا إن هو بيخرج المرض مش بيدخل مرض، صح كده؟ الله عليك يا أستاذ أحمد، برافو عليك، أحسن الله إليك. وعايز يقول كمان إن كل إنسان بياخد مادة علاجية بيبقى لها أعراض جانبية، وده اللي بيأكده الطبيب العالمي الحسين بن عبد الله بن سينا حينما قال إن استطعت أن تعالج بالغذاء فلا داعي للدواء، وإن استطعت أن تعالج بعقار مفرد خير لك من أن تعالج بعقار مركب. يعني هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول لو استطعت ان انت تعالج جسمك من خلال الاغذيه الصحيحه فما تلجاش للادويه. طب لو اضطررت يعني ايه ولجأت للادويه، في الحاله دي يبقى العقار مفرد مش مركب. فكلما تزايدت العقاقير في جسم الانسان كلما زاد المرض. ده اللي بيدركه يوحنا أبلي. وانا عايز اقول ان كلام يوحنا أبلي يكتب بماء الذهب. لماذا؟ يقول ان الحجامه تربعت على عرش الطب من قديم الازل عند الصينيين والدوله الاشوريه والقدماء المصريين. الكلام ده مذكور فين؟ حاضر هجيب لك المراجع. اللهم صل على نبينا محمد. ويكفيها فخرا انها علاج باخراج لا بادخال. يعني ده كلام، يعني الحجامه بتعالج بدون ما تدخل الجسم اي مواد كيميائيه او اي مواد علاجيه او كذا. طبعا احنا ذكرنا يوحنا أبلي. مش هنسى ان انا اتكلم عن طبيب غربي من انجلترا اسمه شارلي، استاذ متخصص في علاج. انا بس بتكلم بسرعه عشان وقت الحلقه، يعني هو للاسف الوقت بيجري معاك بسرعه، فانا بحاول انجز والله، معلش سامحني. في هناك طبيب غربي اسمه شارلي من انجلترا. شارلي استاذ متخصص في الابر الصينيه، فعمل مقارنه بين الحجامه وبين الابر الصينيه. فشارلي بيقول ان المقارنه اللي عملها وجد ان الحجامه تقوم مقام الابر الصينيه 10 اضعاف. يعني فوائد الحجامه قد فوائد الابر الصينيه 10 اضعاف. طبعا نظرا لضيق الحلقه معلش اديني ساعه من الوقت. لا ننسى كلام الامام العلامه السلفي القحطاني صاحب النونيه، حينما ذكر القصيده النونيه ذكر فيها وقال: وتداوى بالعسل المصفى واحتجم، فهما لدائك كله برآن. يعني الامام القحطاني، الامام المسلم،
عايز يقول ان الحجامه شفاء من كل داء، وطبعا بيشير لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اسمح لي لضيق الوقت اختم بحديث واحد للنبي صلى الله عليه قبل وسلم. الختام اتفضل. عليه افضل الصلاه تحت والسلام. امرك. طبعا انت قلت هتذكر لي المراجع، نعم. فهل الذهن حاضر دلوقتي انك تذكر لي مراجع ولا مفيش؟ لا، هي المراجع مش معايا، ولكن الكتب موجوده، وان شاء الله باذن الله في الحلقه الاتيه اتيك بالمراجع بالادله. ان شاء الله. طيب عايز اعرف منك، الحجامه تنفع للاطفال ولا لا؟ نعم، تنفع للاطفال، ولكن تنفع بحذر عند متخصص. يعني انا عملت حوالي مئات الحالات للاطفال، معظمهم كان عنده تلعثم وتهتها، وبعضهم كان عنده مناخوليا. يعني في القريب العاجل انا معالج حاله من حالات الجنون، والحمد لله جابت نتائج. يعني الحجامه تنفع للاطفال؟ تنفع للاطفال طب جدا. الاطفال بدايه من سن كام؟ من سن 12 سنه. بعض اهل العلم قالوا 8 سنين، وانا لا ارجح ذلك، لان دايما اتعامل بالاحوط فوق ال 12 سنه. فوق ال 12 سنه. انا بحاول اسالك اسئله سريعه. تحت ايه رايك أمرك. في العك؟ ايه رايك في العك اللي احنا بنشوفه او بنسمع عنه؟ يقول لك ايه؟ الحجامه لست ممكن يعمل لست راجل حجامه، والعكس صحيح، ممكن ست تعمل لراجل حجامه. هل الكلام ده ينفع ولا لا؟ هقول لك حاضر. في بدايه تعلمي انا كنت بحترم لستات، كنت بعمل لستات قبل الالتزام، وقبل كده انا بقالي فوق ال 21 سنه حجام. خلاص. قبل كده كنت بعمل للضروره. تمام. فلما قعدت مع مشايخنا الافاضل والاطباء المتخصصين، علموني 4 اطباء متخصصين في علم الحجامه والطب الصيني والطب الشعبي، لان انا راجل خبير متخصص في الطب زي ما بيقولوا الطب البديل، هو الطب الاصيل. ولكن النهارده احنا جايين نتكلم على الحجامه. هو لا يجوز ولا يصح ولا ينبغي، فبعضهم يحتاج. لان انا بتكلم دلوقتي، مش الحجامه دي دلوقتي اللي انت بتعمل له حجامه مش لازم ظهره يبقى مكشوف قدامك؟ ما انا هقول لحضرتك، بعضهم قال لي هي الست مش بتروح تكشف في المستشفى. قلت له دي ضروره، ومن لا يتم الواجب الا به فهو واجب. خلاص. والاولى لا، هو مكروه، ولكن من لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لكن الحجامه انا كراجل عبد المنعم منصور النمر عندي حوالي 7 من الاخوات شغالين معايا، منهم 3 منتخبات بيروحوا معايا، حتى غدا باذن الله رب العالمين عنده شغل وبتطلع معايا الاخوات تعمل للاخوات وانا اعمل للرجاله فقط. تحت امر حضرتك. في نقطتين هبني ساعه من الوقت اتكلم فيهم، تسمح لي؟ تمام. قبل ما نتكلم فيهم، عايز اعرف، احنا عمالين نقول الفوائد بتاع الحجامه، اكيد لها اضرار. نعم أكيد. عايز اعرف اضرار الحجامه ايه؟ سؤال والله يكتب بماء الذهب. اولا الحجامه ملهاش اي اضرار. معقوله؟ انا هقول لك اهو، خلينا اتكلم. الحجامه كاذى وان هي ضرر ملهاش اي اضرار على حد السواء، ولكن ليها محاذير. يعني انا لو عملت حجامه للاستاذ احمد بشكل صحيح وسليم كان افضل واتم واكمل واعم وافضل لي واشمل. خلاص. وصدق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل ما تداويتم به الحجامه. انا بتكلم بسرعه خايف من الوقت. لكن في ناس ما تعملش حجامه. مين الناس اللي ما تعملش حجامه دي؟ الناس اللي ما تعملش حجامه احنا بنسميها مش اضرار الجانبيه للحجامه، احنا بنسميها لحظه اقف هنا معلش. حاضر، تحت امرك. يعني انت دلوقتي بتقول الحجامه لو اتعملت بشكل صحيح ملهاش اي اضرار، الا يعني انا عايز كلمه قطعيه او اجابه قطعيه. على الانسان السليم الحجامه اتعملت بشكل سليم على الانسان السليم ملهاش اي اضرار. ليها فوائد كثيره جدا لا تعد ولا تحصى. ولكن هنا بقى علشان انا عايزه افهمه ان في ناس اللي فهمته من خلال كلامك ما يتعمل لهمش الحجامه. نعم. عايز اعرف بقى مين، علشان بس ما ندخلش الامور في بعضيها، عشان المشاهد البسيط اللي هو بيشوفنا يبقى فاهم الوضع كله. هي دي الاسئله عايز اعرف دلوقتي مين الاشخاص اللي هم ما ينفعش يتعمل لهم حجامه نهائي خالص، ولو اتعملت لهم الحجامه هتبقى مضره ليهم. احسنت، بارك الله فيك. هي دي الاسئله اللي تتسال. اولا الناس اللي عندها انيميا حاده وسوء تغذيه وضعف عام، دول ما يعملوش حجامه خالص الا لما يتعافوا وضعهم الصحي يتحسن فيقوموا بالحجامه. قبل كده ما يعملوش. الناس اللي عندهم فقر دم وانيميا حاده وسوء تغذيه. الناس استاذ احمد اللي عندها برد شديد، ما يجيش واحد عنده برد شديد واحد يقول له اعمل لك حجامه. الناس اللي عندها كانسر ما يناسبهاش الحجامه خالص، اي نوع من انواع الكانسر ما يعملوش حجامه خالص. نسال الله العافيه يا رب لنا وللمسلمين. الناس اللي بتغسل كلى ما تعملش حجامه. ما يجيش واحد يقول له اعمل لك حجامه، فده بيخدعك وبيضحك عليك. لماذا؟
لان مش كل من مسك مشرط واشتغل بقى خبير متخصص في الحجامه، حتى لا حتى نظرا لضيق الوقت. هو خلاص الوقت خلص. انا في دقيقه واحده، دقيقه واحده ارجوك، دقيقه واحده. بس عايز اعرف برضه، ممكن نقطة الناس بتسألها دلوقتي. تحت امرك. انا اسف، بحاول اخد منك حاجات كتير أنا مهمة تحت ممكن أمرك. يبقى ناس كتير بتسألها. تحت أمرك. الحجامة بتشتغلوا ببنج فيها ولا لا؟ مفيش بنج ولا اي حاجه. طب مش هي مؤلمة؟ ابدا مفيش اي الم ولا حاجه، بالعكس. يعني ده انت متعة. ماسك مشرط وعمال تشرط في جسمي وتقول لي مفيش لأنها ألم ومتعة؟ لانها النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها شفاء، واللي فيه شفاء ما فيهوش الم. وانا امبارح كنت بشرط 3 أو 4 على حد سواء، وكانوا نايمين ومش بتشرط 3 مستمتعين. صدقني انا مسؤول عن اللي بقوله. ان انا مش لما مقتنع للأسف. انا تحت امرك وهشرح لك. أنا مش مقتنع. لو اعطيتني ساعة من الوقت هقول لك عن الناس اللي بتشرط، ولكن خليني اختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هاج الدم بأحدكم فليحتجم، فإن الدم إذا تبيغ بصاحبه يقتله. وفهم الحديث ده غاية في الأهمية، وبالذات في فصول الصيف بنسمع عن حالات وفيات كتيرة جدا، معظمها بالموت الفجاء. أنا أرى أو أزعم إن معظم الحالات دي سببها تبيغ الدم داخل الجسم، يعني طغيان الدم فيموت الإنسان. فلو إن حضرتك أو أنا أو أي إنسان بيسمعني عمل حجامة مرة كل صيف، هيواقي نفسه من الجلطات، من النكبات، من الموت الفجاء، لأن الحجامة سنة نبوية ومعجزة طبية والله وشفاء لجميع الأمراض أنا نفسي المستعصية. أتكلم معاك كتير. وقال صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. أنا كنت عايز بس أقول إن الحجامة سنة نبوية ومعجزة طبية وشفاء لجميع الأمراض المستعصية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوقت ما كانش مناسب خالص يا أستاذ أحمد. نفسي أتكلم معاك لكن للأسف لا. الوقت خلص. أنا بشكرك جدا. الله يعني يحفظك. أنت شرفتني ونورتني. شكرا. وأتمنى شرف تكون ليا. معايا أكتر من كده. هيحصل إن شاء الله بس بإذن إن الله. شاء الله لنا حلقات قادمة نتكلم فيها عن الحجامة، لأن الحجامة واضح إن هي علم كبير جدا، وواضح إن ما يكفيش فيها حلقة، محتاجة على حلقات. الشيخ عبد المنعم منصور النمر شرفت ونورت برنامج حلم حياة، الله وإن يستر. شاء الله لنا حلقات قادمة. بشكرك ان جدا. شاء الله انا اللي شرفت بحضرتك، ولكن يبقى في اقل حاجه ساعه من الوقت. إن شاء الله ربنا يحفظك. شرفت بحضرتك. ربنا يحفظك. أعزائي المشاهدين، كنتم معنا في برنامج حلم حياة، وانتظرونا إن شاء الله في الحلقات القادمة. احلم